السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عزة مصممة اكسسوارات هاند ميد. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. انا النهاردة جايبه لكم مجموعة جديدة من سلاسل الموبايل. سلاسل الموبايل عاملاها لكم باشكال مختلفة، وكمان باحجام مختلفة، وكمان بماتيريال مختلفة. وحابة افرجكم عليهم واوريكم تفاصيلهم واوريكم ازاي نقدر نلبسهم وازاي نعلقهم في جراب الموبايل بتاعنا. يلا بينا نبدأ الفيديو مع أول سلسلة. بصوا السلسلة دي صغيرة، ايه رأيكم فيها؟ شايفين التفاصيل؟ حطلكوا فيها اللعب اللي هي على شكل فواكه. ده خرز التفسيرة. حطلكوا هنا معدن على شكل عين. ده أول شكل معانا. ازاي بقى بعلقها في الموبايل، في جراب الموبايل بتاعي؟ انا هفكها كده واوريكم هي بتتعلق ازاي بكل سهولة. انا كده خرجتها. بصوا بقى، ادي الجراب بتاعي. هدخلها من هنا كده في الفتحة اللي تحت، وهروح جاية مرجعة السلسلة كده تاني ومدخلاها جوه الخيط بتاع العلقة. وده بقى كده شكلها. بصوا في ناس بتحب تلبسها ان هي تبقى كده في الايد وتبقى ماسكة معاها الموبايل، بيبقى شكلها حلو جدا. السلسلة بيبقى شكلها جميل جدا. وفي ناس بتلبسها كروس، هوريكم ازاي بنلبسها كروس. دي الحجم الكبير بتاعها، دي اللي بتتلبس كروس. ده حجر وعامله لها كده مع كل خرز بعمله لها فاصل. عاملاها زي ما تكون عقد، بحيث ان هي لما تتلبس كروس كده تبقى نازله على التيشيرت بتاعي او الجاكيت بتاعي او البادي بتاعي. ان هي على شكل عقد كده، شكلها حلو جدا. وكمان بنعلقها في ايدينا. ازاي بقى هنلبسها؟ زي اسوره كده، هلفها كده زي اسوره. بصوا شكلها تحفه، واللعب اللي فيها شكلها جميل جدا وروشه جدا. شايفين؟ بعلق هنا الجراب بتاعي وببقى او الموبايل بتاعي وببقى ماسكاه كده في ايدي، وهو متعلق في السلسله، وهي اتنين في واحد يعني، سلسله وكمان اسوره. شكلها جميل جدا وشكلها تحفه جدا. وكمان تمنع ان حد ممكن ينتش الموبايل من ايديكوا وانتوا ماسكينه وبتتكلموا فيه. ف يعني حاجة جميلة جدا وامان جدا. هنفكها، وعاملة منها الحجم الصغير خالص، وعاملة منها برضو تاني الحجم الوسط. وكمان لما بتتلبس كروس انتوا ممكن تحطوها في جيب البنطلون، جيب الجاكيت اللي انتوا لابسينه. وبتبقى السلسلة نازلة مثلا على البلوزة او الجاكيت، بتبقى شكلها كده، بيبقى شكلها تحفة اكنه عقد. ده يعني 3 في 1، سلسلة وعقد واسورة. وفي الشكل ده برضو بس من غير دلايات. شايفين الالوان؟ شايفين الالوان بتاعت السلسلة؟
ده كده من غير دلايات خالص. وبرضو تقدروا تلفوها على ايديكم كده تاني اهو، وتلبسوها زي اسوره اهي. وبيبقى هنا الجراب متعلق في ايدينا كده، او الموبايل متعلق في ايدينا كده. طبعا انتوا عرفتوا الفكره ازاي. وده كمان شكل، وحطيت فيه برضو فواصل نجوم كده. هو وسط بيتحط في الجراب، والجراب بتبقى نازل منه كده السلسلة، او نلفها لفتين كده على ايدينا ونبقى ماسكين الجراب بتاعنا كده. هوريكم برضو الطريقة. هدخل كده السلسلة بتاعتي واروح جاية مرجعاها تاني في الخيط. بقت كده، شايفين الشياكة والجمال. بتبقى كده، ببقى ماسكة السلسلة كده، وايه ماسكة الموبايل في ايديا كده. تبقى منها ان هي سلسلة. عايزة الفها كمان لفة ممكن اقدر الفها كمان لفة، بس عشان ما تبقاش ضيقة على ايدي، عشان اقدر اعرف اتحكم في الموبايل وانا بتكلم. وده شكل صغنن بيتعلق كده في الموبايل، وممكن يتحط كده. وفي كمان الشكل ده، حطله هنا فواصل عبارة عن احجار اهي. بجد تحفة. ودي دلاية عشان لما اجي البسها تبقى نازلة وشكلها عامل كده في ايديا، يبقى شكلها جميل جدا وانا لابساها وماسكة الموبايل. منها اكسسوار ومنها سلسلة، وبتدي شكل جميل جدا وشياكة جدا مع اللبس. ودي برضو صغيرة، وعملت لها برضو دلاية من فوق من هنا، وكمان دلاية من هنا من تحت عشان تدي شكل السلسلة بتاعتي. وعملت هنا فواصل المرمر اللي هو الأحمر ده. وفي برضو الشكل ده وسط، كتبت من هنا لاف. خلاص كده انتوا عرفتوا الفكرة بتاعتها. وعملت دي كمان سلسلة طويلة، وعملت لها دلاية من تحت كده، وحطيت هنا فواصل النجوم دي احجار زي الفيروز كده، الالوان تحفة. وهنا ممكن اعلق لها دلاية من هنا، اعلق لها لعبة، اي لعبة، ممكن نجمة صغيرة من هنا. وبحيث ان انا كمان لما احب الفها على ايدي تديني الشكل ده كده، تبقى نازلة كده، تبقى تحفة. كمان لما البسها كروس هتبقى شكلها حلو جدا. في عملت لكم اللي هي الميني الصغيرة خالص، تتعلق كده في الجراب بس،
عايزين تحطوها برضو في ايديكوا كده وتمسكوا الجراب الموبايل كده يبقى تحفة. وحطيت لكم هنا فواصل على شكل وردة. اهي. وهنا برضو عملتلكوا واحدة صغيرة وفيها لعبة من تحت دلاية كده على شكل الهلال والنجمة، وهنا نجوم شكلها تحفة جدا. وعملت لكم كمان من الربر عشان في ناس كتير بتحب الربر قوي، عملت لكم الشكل ده من الربر وحطيت فيه هنا فواصل برضو، وحطيت هنا فيه خرز التفسيرة، وحطيت لكم في اللعب دي شكلها جميل جدا وترند جدا. والعين كتبت لكم هنا لاف برضو. وده بقى شكلها. وفي الشكل ده جميل جدا جدا. وبرضو ممكن اعملها كده على الفها على ايديا مرتين وابقى ماسكه الجراب كده او ماسكه الموبايل كده عشان هي بتتحط في الجراب بتاع الموبايل. وفي برضو ممكن يبقى فيه في الموبايل زي مكان للسلسله اهي. شكلها جميل جدا. ده طبعا رابر اللون الازرق في اللون اللي هو اللبني في الابيض، شكلها تحفة جدا. وفي الشكل ده هو وسط، وهنا الحجر مربع ده شكله جميل جدا تحفة وكمان ترندي ترند جدا، والحاجات دي ترند جدا شكلها بجد جنان. وحطيت لكم عين هنا، طبعا العيون بقالها فترة كبيرة ترند هي والكفوف اهو. تحفة. وبكده وصلنا خلاص لنهاية الفيديو. وحابة اقول لكم اللي مش مشترك في القناة بتاعتي يا ريت يعمل اشتراك ويفعل رمز الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة الفترة الجاية. وكمان هيبقى فيه موديلات كتير جديدة، وهيكون فيه كمان كوليكشن كبير جدا. وحابة اقول لكم اللي عنده ملحوظة على اي حاجة يقدر يكتب لي تحت في الكومنتات. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان كل الناس تشوفه. بس كده. وحابه اقول لكم ان كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تعلقوا لي على الفيديو لو عجبكم. يلا باي باي.